تحويل كابتن سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط بعد ما كابتن محمود وفا حكم المباراة الأهلي وسيراميكا كتب فيه تقرير إنه اعتدى عليه لفظيا وكمان وقف له قدام أوضة اللبس. بقت بلطجة، هي بقت بلطجة. ولما نقول يا جدعان لازم التحكيم يبقى محايد، يا جدعان ما نضغطش على التحكيم. عموما هنشوف الايام اللي جايه ان شاء الله عقوبات، في انتظار عقوبات لكابتن سيد عبد الحفيظ، على الاقل نرتاح من الهجص اللي قاعد يقولوا لك هنعمل ونسوي. شكلها سنتكم بيضة السنه دي، شكلها سنتكم بيضة السنه دي يا اهلاويه. كل يوم ليكم خبر مختلف عن الاخر. من وجهة نظرك شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان يستحق العقوبة التحويل للانضباط ولا لا؟ طبعا لو انت زملكاوي اكيد هتبقى فرحان زي كده ان هو اتحول للانضباط، عشان بعد كده يبقى مثل لكل واحد عايز يتعدى على التحكيم او فكر نفسه ان هو هيئة لوحده. عموما الف مبروك، احنا ان شاء الله في انتظار العقوبات، وعلى الله كابتن هاني ابو ريده ما يرجعش يجيب ورا. والسلام عليكم.